السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنوجد معكم زودة الفول السوداني أو كاوكاو من بعد ما دخلناه للفران تحمر على هذا الشكل هذا مزيان. غادي نطحنوه في هذا الهاشوار أو أي طحانة كهربائي عندكم. هذا بالنسبة للوليدات اللي ما تيبغيوش يفطروا لينا بزيت الزيتون، هذا راه غادي يعجبهم، راه زوين بزاف، غادي يعجب الوليدات ان شاء الله. غادي نزيد هنا واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. من بعد هما ولا على هذا الشكل هذا راه يفطروا به الوليدات مع الصباح، يدهنوا به الخبيز ديالهم، راه تيجي رائع بواحد المذاق اللي زوين بزاف. خصوصا انا خلطته مع العسل الطبيعي المهم صحي. وما تنساوش ليا اللايك ديالكم وبارطاجيو ليا القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. ابوني وشكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم. الفيديو الجاي ان شاء الله.